ازيكم؟ لو عايزين تاكلوا البفتيك بأطعم وألذ طريقة جربوا طريقتي اللي بعتمدها على طول، ما بغيرهاش ابدا لان جربته بطرق كتير وبالنسبه لي دي وهتكون بالنسبه لكم انتوا كمان احلى طريقه. كمان الكفر الخارجي زي ما انتوا شايفين كده ماسك في البفتيك بطريقه جميله جدا. اول حاجه بنجيب بصلايه كبيره ببشرها ناعم جدا او هاخد ميه البصل، يعني لو مش هبشر في مبشره ناعمه خالص هاخد ميه بصل بس. وهنزل هنا بملح وفلفل اسود ومعلقه صغيره سكر ومعلقه كبيره كاتشب، وهننزل عليهم ببضايه. تمام، الصفار والبياض عادي، هنزل عليهم وهقلبهم كويس جدا، وهبتدي انزل بمعلقه خل كبيره. طيب الخل والسكر والكاتشب بيسرعوا من تسويه البفتيك، ما يخلوش يشد منك. اهم حاجه يقعد البفتيك فيه اقل حاجه نص ساعه. البفتيك بتاعي اهو انا بحب اديله شطفه دايما. تمام، نزلت فيه وابتديت اتبله كويس بالتتبيله دي وندخله التلاجة نص ساعه اقل حاجه. السكر مع الخل مع الكاتشب بيدولي مزازة مع تسوية حلوة جدا. بجد هتجربوا، بصوا هي حاجات بسيطة جدا بس بتطلع طعم ممتاز. وهنا انا حبيت اديكوا فكرة، كنت عاملة معي ورق عنب في الفرن. تمام، حبيت اديكوا فكرة التسوية، بس انا عاملة فيديو منفصل لتسوية ورق العنب يعني الطريقة كاملة. انا ورق العنب هنا كنت عاملاه في طاجن ونزلت عليه بشوربة لقبل اخر صباع. تمام، عيني بتبقى شايفة الشوربة كده بس اخر صباع دوت مش طايله شوربة. تمام، ببتدي اغطيه بورق زبدة وعليه ورق ألمونيوم وبدخله على درجة حرارة 180 لمدة ساعة ساعة وربع. هتلاقيه مستوي معاكي حلو قوي. لو عايزة تشغلي الأول على 200 وبعد ربع ساعة توطي 180. تمام، أنا بسيبه على 180 وبشغل المروحة فوق وتحت وبسيبه ساعة ساعة وربع. تمام، هنيجي هنا للتتبيل أو للطبقة الخارجية للبفتيك. كل كوباية بقسماط عليها معلقة صغيرة بيكنج باودر. البيكنج باودر بيكون مادة رافع بتخلي البقسماط يبقى هش شوية أو يعني منفوخ شوية معايا في الكفر الخارجي. بعد ما البفتيك سبته تتبل كويس هبتدي أبدره حلو بالبقسماط. ولو حابة تحطي فيجيتار بس ما نحطش عليه أي حاجة، وقلي الملح شوية لو هتحطي فيجيتار. تمام، لأن الفيجيتار بيبقى ملحه عالي سنة عن العادي. تمام، بعد ما هبدر البفتيك كله بدخله التلاجة اقل ما فيها نص ساعة ساعة او الفريزر، وهطلعه اشتغل منه زيت سخن. وهبتدي انزل بالبفتيك بتاعي بعد ما سبته. اهم حاجة نسيبه، الحركة بتاعت ان احنا نسيب البفتيك في التلاجة او الفريزر شوية دي بتخلي الكفر يمسك واستحالة يقع منك. جربي بس كده وهتلاقي اي حاجة بتحمريها اعملي فيها التركة دي، استحالة الكفر الخارجي يقع منك. ببتدي احمره وانا بحب اغطي اي حاجة بحمرها عشان ده صحيا افضل. هبتدي اخليها تاخد طبقة ذهبي، واهم حاجة ما نعليش النار عشان ما يتحرقش من بره ويبقى من جوه ني. نار متوسطة، بخليه لحد ما ياخد طبقة او لون ذهبي كده واقلبه على الناحية التانية. وكله احلى واطعم بفتيك، بجد طعمه بيبقى تحفة بالطريقة دي. ولا هتلاقي الكفر بيقع ولا هتلاقيه من جوه بيشد، هتلاقيها سواها مظبوط جدا. كل المكونات هتلاقوها تحت الفيديو، لكل نص كيلو هتلاقي تتبيلته مظبوطة بالظبط. هنا ورق العنب بعد ساعة وربع، بصوا كان ريحته وطعمه حاجة كده فوق الوصف. بجد هتاخدوا طعم وريحة لا تستاهل والله المجازفة وان انتوا تخشوا تشوفوا الطريقة كاملة. يلا جربوا طريقتي وقولي رأيكم.